همبرجر الشركات هعمله النهارده معاكم بكل تفاصيله، وهقول لكم على الاضافات اللي لو ضفناها عليه هيطلع معاكم مميز احسن من اي همبرجر بره بتشتروه. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة الحلوة دي عملناها ازاي مع بعض. عندي الأول كيلو من المفروم، بنزل عليهم من 4 ل5 بيضات، بعد كده معلقتين كبار من المستردة. البهارات عندي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل أسمر، من كل حاجة معلقة صغيرة. تمام. عندي أهم حاجة كيس خلطة الهمبرجر، أنا مستخدمة كيلو يبقى هنزل بكيسين. كيسين من خلطة الهمبرجر، معلقتين من النشا، معلقتين من الدقيق. تمام. بكون محضرة حوالي نص كوباية من الفول الصويا المنقوع، نص كوباية من الفول الصويا المنقوع بغسله كويس وبنقعه في مية سخنة لمدة ربع ساعة. بعد كده بصفيه كويس وبحطه في اللحمة المفرومة. باخد الكلام ده كله بقلبه كده تقليبة، وبجيب عندي الكبة وباخد شوية شوية في قلب الكبة وبطحنهم مع بعض. بعد كده بخلص عندي الكمية بتاعتي كده كلها، وبطحنهم كلهم مع بعض لغاية ما يبقى نسيج كده واحد. هنا عندي الكيلو المفروم هيعمل لي حوالي 2 كيلو من الهمبرجر. تمام. بخلص بقى الكمية بتاعتي كله، بصوا ما شاء الله نسيج واحد زي ما قلت لكم. تمام. عايز اقول لكم ريحته من دلوقتي مميزه. عندنا بقى مكبس الهمبرجر ماشي، اي غطا عندكم بكيس تلاجة بنحطه في قلبيه ونشكل الهمبرجر زي ما انتم شايفين كده. مش قصه خالص، حاجه كده مميزه. طبعا بخلص الكميه بتاعتي كلها وبحطها في الفريزر، طبعا من ساعه لساعتين تجمد بس كده قبل ما احطها على الجريل. طبعا بنعمل الكميه اللي احنا عايزينها ونخلي الباقي في الفريزر على طول على الاستخدام. دي انجح طريقه ممكن تعملوها للهمبرجر بتاع المطاعم والشركات. لو الوصفه بقى عجبتكم، لايك وشير واشتراك في القناه.